مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وما هو ترتيب الدوري المصري؟ وماذا يحدث لو فاز الأهلي أو فاز الزمالك؟ كل هذا وأكثر سنعرفه في هذه الحلقة. ما تنساش الاشتراك في قناتي، معك السيد إبراهيم. ما تنساش الاشتراك ودعمي في هذه القناة. أولا سنبدأ في مباراة القمة. مباراة القمة ستكون يوم الاثنين في تمام الساعة 8 مساء بين النادي الأهلي والزمالك. وما هو ترتيب الأهلي والزمالك؟ الأهلي يأتي في المركز السادس ب 12 نقطة، والزمالك في المركز الأول ب 17 نقطة. ماذا يحدث لو فاز الاهلي او فاز الزمالك؟ لو فاز الاهلي هيطير على طول على المركز الثاني ب 15 نقطه، وهيكون بينه وبين الزمالك نقطتين. وماذا يحدث لو فاز الزمالك؟ لو فاز الزمالك هيكون معاه 20 نقطه بفارق النادي الاهلي بفارق كبير 8 نقاط، وده فارق كبير جدا جدا بالاخص لو بين النادي الاهلي وبين نادي الزمالك. تعالوا نروح لاخر مواجهات بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. اخر مواجهتين بين النادي الاهلي والزمالك في مباراه القمه، المباراه بتنتهي 1-1 بين النادي الاهلي والزمالك في مباراه التعادل. والمباراه الثانيه اللي بيتسحب فيها النادي الاهلي ما بيرضاش يروح بسبب الحكام، دي المباراه الثانيه وبتتحسب لنادي الزمالك 3-0. دي كان اخر المواجهات بينهم. اخر مواجهات بينهم في كاس مصر الاهلي بيفوز على الزمالك 2-0. واخر مواجهات بين الاهلي والزمالك في كاس السوبر ايضا المصري، الاهلي بيفوز على الزمالك 7-6 في ركلات الترجيح بعد ما بيلعبوا مباراه قويه جدا جدا بتنتهي بالتعادل السلبي 0-0. بنتجه الى ركلات الجزاء بيفوز فيها النادي الاهلي 7-6 على نادي الزمالك. اما بالنسبه لمباراه القمه يوم الاثنين هتكون مباراه مش سهله جدا. النادي الاهلي في حاجه الى هذه المباراه، والزمالك في حاجه الى هذه المباراه. ازاي بقى الاهلي في حاجه الى هذه المباراه والزمالك في حاجه الى هذه المباراه؟ النادي الاهلي في حاجه الى هذه المباراه لان النادي الاهلي لو فاز هيقرب من الصداره جدا جدا، والنادي الاهلي لو طلع الصداره مش هيخرج منها تاني. يعني النادي الاهلي ولو فاز هيكون بينه وبين الزمالك نقطتين فقط، فالنادي الاهلي عايز يطلع الصداره باي طريقه، لان النادي الاهلي لو طلع الصداره مش هيخرج منها تاني. اما بالنسبه للنادي الزمالك فهو عايز يفوز عشان يفضل في الصداره. الزمالك لو فاز هيكمل في الصداره بفارقا النادي الاهلي بثمان نقاط، و8 نقاط فارق كبير جدا جدا بالاخص ما يكون بين فرقتين شبه الاهلي والزمالك. فالزمالك هتعمل كل المجهود اللي عندها وهتبذل كل المجهود اللي عندها عشان تفوز على النادي الاهلي، والاهلي كذلك هيبذل المجهود كبير جدا جدا عشان النادي الاهلي في الفتره ديت مركز انه يطلع الصداره. بالاخص النادي الاهلي عنده غيابات كتير جدا جدا وعنده مشاكل كبيره، ونادي الزمالك ايضا عنده مشاكل في الازمه الماليه. غيابات النادي الاهلي عندنا من ابرز اللاعبين اللي هيغيبوا امام عاشور وزيزو وكريم فؤاد. اللعيبه دي كلها هتغيب عن مباراه القمه بسبب الاصابات اللي بتحدث لهذه اللاعيبه. فالنادي الاهلي عنده ازمه كبيره في حته الاصابات دي. النادي الاهلي عنده اصابات كبيره جدا جدا. يعني النادي الاهلي الاصابات اللي عنده ديت هتاثر طبعا. يعني انت عايز ايه اكتر من ان زيزو وامام عاشور يغيبوا عن النادي الاهلي؟ ودول هم اساس النادي الاهلي. زيزو وامام عاشور اكتر لعيبه بتفرق مع النادي الاهلي وبتعمل مستوى عالمي مع النادي الاهلي، امام عاشور وزيزو. فاللعيبه ديت هتاثر جدا جدا مع النادي الاهلي. ده اول حاجه. وتاني حاجه النادي الاهلي ما عندوش باك ليفت. يعني النادي الاهلي حاليا رحيل علي معلول لم يعوضه النادي الاهلي حتى الان. النادي الاهلي ما عندوش باك ليفت دلوقتي. يعني اللي عنده مين الوقت بيلعبوا باك ليفت؟ احمد نبيل كوكا. واحمد نبيل كوكا بيكون سيء جدا جدا في الباك ليفت، لان ده مش عيب منه، ده اساسا مش مركزه. هو مش عارف يقدم في اللي في مركزه بس. فهتيجي تلعب باي لاعب هتيجي تلعبه في مركز غير مركزه، الطبيعي انه مش هيقدم الاداء اللي النادي طالبه منه. فالنادي الاهلي متاثر جدا جدا بحته الباك ليفت. وطبعا النادي الاهلي برضه عنده غياب في حته المهاجم، ومهاجم شبه محمد شريف مش هينفع النادي الاهلي يعتمد عليه فقط. وبعدين محمد شريف مهاجم اللي ينفع للنادي الاهلي اساسا. فاحنا عايزين مهاجم شبه وسام ابو علي بالظبط. زي ما مشينا وسام ابو علي فاحنا محتاجين نجيب مهاجم يعوضه، ومحتاجين قلب دفاع يعوض محمد عبد المنعم. الثلاث لعيبه دول محمد عبد المنعم وعلي معلول ووسام ابو علي، الثلاث لعيبه دول النادي الاهلي لحد الان لم يعوضهم. ليه؟ انا مش عارف. النادي الاهلي جاب صفقات كتير جدا جدا، اي لاعب مشي على النادي الاهلي قدر يعوضه، بس الثلاث لعيبه دول النادي الاهلي لحد الان مش عوضهم. الاهلي فضل كام سنه ما عندوش مهاجم لغايه ما جاب وسام ابو علي وجاله عرض ومشى بسبب ادم وطني اللي كان ورا ماشي وسام ابو علي، مشاه ب 10 مليون دولار. بس النادي الاهلي كسب في وسام ابو علي كتير جدا جدا. اما بالنسبه لنادي الزمالك فنادي الزمالك عنده ازمه ماليه كبيره جدا جدا. خوان الفينا وشيكو بنزا. شيكو بنزا رافض اللعب والتدريب مع نادي الزمالك لحد ما يقبض مرتبه.
اللاعيبه كتير لها مستحقات متاخره، والمدرب له برضه مستحقات متاخره كتير عند نادي الزمالك. فنادي الزمالك بيمر بازمه ماليه كبيره جدا جدا بسبب، والسبب الاكبر هي ارض اكتوبر. ارض اكتوبر بيقولوا انها هتعود في خلال ايام. ارض اكتوبر لو عادت هتفرق جدا مع نادي الزمالك. فنادي الزمالك لو عادت هترجع بقى شركات تستثمر فيها، وهيرجع ايجار المحلات. فالزمالك الازمه الماليه هتفك فيها شويه وهترجع تاني طبيعيه. النادي الزمالك محتاج الازمه الماليه. والنادي الاهلي زي ما قلت لك الغيابات اللي عنده ديت هتاثر معاه جدا جدا، لان انت بتتكلم على غيابات لعيبه عالميه مش اي لعيبه. يعني ايه زيزو؟ يعني ايه امام عاشور؟ يعني ايه كريم فؤاد؟ يعني ايه اللعيبه ديت تغيب؟ فاللاعيبه ديت هتاثر جدا جدا مع النادي الاهلي في هذه المباراه. مباراه القمه ديت مباراه صعبه جدا جدا جدا. النادي الاهلي عايز يفوز باي طريقه عشان يطلع في الصداره، والزمالك عايز يفوز عشان يبقى في الصداره بفرق كبير 8 نقاط عن النادي الاهلي. فارق مش شويه، فارق ماتشين وتعادل. يعني النادي الاهلي مثلا عشان يساوي الزمالك مثلا لو فرقوا ب8 نقط وفاز عليه في مباراه القمه، فالنادي الاهلي محتاج يفوز ماتشين وتعادل ماتش، ده في حاله ان الزمالك تكون بتتغلب امام الثلاث ماتشات دول. فالنادي الاهلي محتاج اللاعيبه دي جدا جدا جدا. فامام عاشور طبعا بسبب الفيروس، وزيزو مصاب كده. فان شاء الله اللعبه دي هترجع في اسرع وقت بعد مباراه القمه على طول. ونادي الزمالك الازمه الماليه جدا مأثره جدا مع نادي الزمالك، فاحنا عايزين الزمالك ترجع وعايزين الاهلي يرجع. عايزين نشوف المنافسه بتاعت كره القدم مره ثانيه، عايزين نشوف اهلي وزمالك، عايزين نشوف متعه كره القدم الحقيقيه اللي بنشوفها في مباراه القمه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. الاهلي فريق عظيم والزمالك فريق عظيم، الزمالك مدرسه الفن والهندسه والاهلي نادي القرن. عايزين نتفرج على المتعه الكرويه الحقيقيه اللي احنا كنا بنشوفها بين الاهلي والزمالك. جون هنا وجون هنا، ماتش مفتوح، ماتش هجوم، لاعيبه عالميه، اداء، اخلاق. بنشوف متعه حقيقيه في المباراه، بنشوف الجماهير، بنشوف اداء المباريات الممتعه. اكتر مباريات ممتعه بنشوفها بين النادي الاهلي والزمالك. تحس انك مش بتلعب في دوري مصري، تحس انك بتلعب في الدوري الانجليزي، في دوري اسباني، في اما تشوف مباراه النادي الاهلي والزمالك. فاحنا عايزين كل المشاكل اللي في النادي الاهلي تتحل، وكل المشاكل اللي في نادي الزمالك تتحل، عشان نتفرج تاني على متعه كره القدم بين الاهلي والزمالك. هي دي المباراه اللي بيتقال عليها مباراه قمه، هي دي المباراه اللي بتحسسنا بمتعه كره القدم المصريه بين الاهلي والزمالك. يعني لا نقبل منافسه ضد النادي الاهلي غير نادي الزمالك. يعني لا نقبل منافسه ضد النادي الاهلي غير نادي الزمالك. يعني بيراميدز ايه؟ لا، بيراميدز مش ينفع تنافس الاهلي. الزمالك احنا عايزين الزمالك. الزمالك لها جمهور بالملايين، الزمالك لها جمهور كبير جدا جدا، هو ده الجمهور اللي ينفع ينافس امام جمهور النادي الاهلي. انما بيراميدز فريق شبه بيراميدز لسه فريق صاعد ماليش جماهير اساسا. فاحنا عايزين فريق بجمهوريه كبيره، فريق له بطولات كتيره جدا جدا، فريق عظيم، فريق عريق، فريق قديم، فريق متاسس من زمان منذ فتره. فنادي الزمالك احنا عايزينه هو اللي يكون منافس للنادي الاهلي. الزمالك نادي عظيم ونادي كبير، فالزمالك هي اللي تكون منافسه للنادي الاهلي. فنتمنى ان شاء الله نشوف مباراه قمه ممتعه جدا جدا بين اهلي وبين زمالك. المباراه ان شاء الله هتكون يوم الاثنين الساعه 8 مساء، هنتفرج فيها على متعه كرويه حقيقيه مصريه. لو فاز فيها النادي الاهلي هيطير على المركز الثاني ب 15 نقطه، لان هو الوقت معاه 12 نقطه في المركز السادس. فيها نادي الزمالك هو كده متصدر، هيتصدر الدوري برضه وهيكون معاه 20 نقطه فارقا النادي الاهلي ب8 نقاط، و8 نقاط فرق كبير جدا جدا، بالاخص لما يكون بين اهلي وزمالك. فهذه المباراه مش هتكون سهله جدا جدا، ده هينافس وده هينافس، ده له جمهوره وده له جمهوره، ده له شعبيته وده له شعبيته. فان شاء الله المباراه هنتفرج، اهم حاجه عندي ان احنا نشوف فيها متعه كرويه حقيقيه تجمع بين قطبي الكره المصريه اهلي وزمالك. ان شاء الله المشاكل اللي في نادي الاهلي تتحل، والمشاكل اللي في نادي الزمالك تتحل، وترجع مباراه القمه تكون مباراه قويه كالعاده، ونستمتع فيها بالمتعه الكرويه بين الاهلي وزمالك. ان شاء الله المباراه زي ما انا قلت هتكون يوم الاثنين الساعه 9. توقعاتكم معايا لهذه المباراه القويه. ما تنسوش الاشتراك في قناه